انتشرت بين المدارس تخرج الطالبات من الثانوية في صالات الأعراس وفي الفنادق، وهذه الحفلات يكون فيها اختلاط، والطالبة تكون في زينة وتبرج، وتقوم الإدارة بتكريم الطالبات واحدة واحدة على طاولة ومسرح. لا ينبغي هذا أبدا. إن كان ولا بد حفل تخرج البنات وكذا تكون نسائية بحتة، يعني ما يدخلها الرجال، سواء كانوا أولياء أمور آباء أو إخوة أو كذا، ما يدخلها الرجال. يعني لا يجوز للرجال أن يدخلوا هذه الأماكن تكريم الطالبات، خاصة الطالبات هؤلاء يعني بعضهن متبرجات، واللي مو متبرجة لابسة حجاب أيضا متبرجة بالزينة، الكحل والحمرة والبودرة وعطر. قليل منهن من تكون ملتزمة 100%. كون رجل يخرج مع أولاده الذكور ويحضرون هذه المناسبات لا يجوز. ما هو الأمر العظيم في التخرج؟ ايه هو الامر العظيم في التخرج؟ وحتى ان كان امر عظيم بالنسبه لك، يعني بعد ان من الله عليك وخلاص اتخرجت، ويعني بص انت في ناس خدوها في 10 سنين، انت خدتها في 4 ولا 5 ولا في 7. فالطريقه اللي يعني بعد ان ربنا من عليك طريقه فرحك وشكرك لله تكون بمعصيته. اولا الفلوس اللي انت هتصرفها في حفله التخرج ديت دبانه رخمه اصلا. الفلوس اللي انت هتصرفها في حفله تخرجك ديت انت هتسال عنها، والدك اللي اداها لك هيسال عنها، واحنا طبعا لنا رساله للوالد كمان شويه. انا عارف ان ماده الدين ما كانتش بتضاف عندك في المجموع، ويمكن ما تعرفش ان انت بتعمله ده حرام، فانا جاي النهارده اعرفك ان الاختلاط اللي انتوا بتختلطوه دوت حرام. انا مش فاهم يعني ايه واحده تتعرى بهذا التعري لحد فوق الركبه بتاعتها، مع ان جسد المراه عند بعض العلماء كله عوره، طبعا في اللي بيقولوا ما عدا الوجه والكفين، ولكن ده مش موضوعنا. انت بتعمل حاجه غلط. يعني ايه تطلع متبرجه بهذا الشكل ترقص قدام الكل، ومش هي الواحده، ده هلم جر زي ما بنقول. هي طلعت وكل واحده طالعه تستعرض، وكل واحده بتحاول تخطف الترند، كل واحده بتسعى لانها تكون ترند وحديث الشارع في مصر، وبالفعل بيوصلوا اللي هم عايزينه. رساله لكل اب، ده واحده لو انت كنت اب صعيدي اب لهذه الفتاه، انت راجل صعيدي ومعروف عن الصعايده اصلا بعيد عن كل شيء ان هم ناس غيوره جدا، ناس دمها حامي، فديت بيقولوا نوبه وبتاع ومش عارف ايه. وشفت صفحه برضو بتقول لك ان هي لا تمس الصعيد، يعني دولت مش من الصعيد. الصعيد ناس غيوره جدا على اهلها. ايه فايده العلم اللي ما ينفعش صاحبه؟ فان لم يفيدك العلم خيرا فخير منه ان لو قد ايه جهلت. يعني ايه فايده العلم؟ ده علم غير نافع. انت استفدت بيه كده لما انت طالع بعد كل سنه التعلم ديت طالع ترقصي كده، والدكاتره والمسؤولين عننا اصلا في حوار الجامعه دولت وافقوا على كده، وافقوا ان انت تطلعي وتترقصي وتتميعي قدام زمايلك وقدام العالم كله، وعايزين تخطفي الترند. وحتى لو ما فيش دماغك الترند، انت ما شفتيش الحالات اللي قبلك؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة